السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي طلاب سنة رابعة؟ النهاردة يا حبايبي بإذن الله معانا أول درس في منهج الترم الثاني لمادة الدراسات الاجتماعية، وإن شاء الله يكون ترم بسيط وسهل، وأحاول إن أنا أوصل لكم المعلومة بأبسط وأسهل طريقة. فخليكم معانا كده وإن شاء الله كل حاجة هتكون سهلة وبسيطة بإذن الله. قبل ما نبدأ يا حبايبي أول درس، أنا شغالة معاكم الترم ده إن شاء الله من كتاب الأضواء. وزي ما قلت لحضراتكم ان الترم اللي فات قلت ان اي كتاب معاك تقدر تتابعني منه، لان نفس الموجود في الشرح هو اللي موجود في اي كتاب تاني، وكمان نفس الاسئلة لكن مش بترتيبها. فانت هتسمع الشرح وتستفيد وتفهم الدرس وتطبقه على اي كتاب تاني معاك، فما تعقدش نفسك، مش محتاجة تعقيد. أنماط سكان بلدنا. يعني إيه أنماط يا حبايبي؟ يعني أنواع. يبقى أنا هتكلم في الدرس ده عن أنواع سكان بلدي. وقبل ما أتكلم عن الأنواع، مصر بتعمل تعداد يا حبايبي للسكان كل كام سنة علشان يعني إيه تعداد أصلا؟ يعني بتعد السكان علشان تعرفني السكان اللي أنا عدتهم دول زادوا قد إيه، فبالتالي أستعد للعدد ده وأعمل لهم مستشفيات أكتر، مدارس أكتر، وهكذا. يبقى الخدمات تزيد كل ما عدد السكان يزيد، يبقى كده ده اسمه تعداد سكاني. طيب هو آخر تعداد حصل في مصر سنة كام؟ لأن احنا مش بنعمل التعداد كل سنة. آخر تعداد كان 2021، ولما عملوا التقدير للسكان طلع نحو أو حوالي 102 مليون نسمة. ده عدد السكان في 2021. يبقى أول معلومة لازم أعرفها إن عدد السكان في مصر عام 2021 أصبح 102 مليون نسمة. ماشي؟ مين بقى المسؤول عن التعداد السكاني ده؟ اسمه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تاني، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يعني ايه الكلمتين الكتار دول؟ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبارة عن شاشة بتوضح لي الأرقام، كل شوية بقى يزيد الرقم، يعني هي بتتابع الأعداد أو الزيادة اللي بتحصل في مصر وتعد أرقام لحد ما توصل لعدد معين وتبلغنا بيه. يبقى الشاشة دي عبارة عن أرقام زي الساعة أو عقارب زي الساعة بتعرفني الزيادة دي قد إيه أو بتزايد، أو طبعا كده عارفين إن تزايد السكان أو السكان في مصر في تزايد مستمر، يعني احنا مش بنقل، احنا بنزيد طبعا، لان بيبقى في مواليد كل يوم. كلنا عارفين ان في اطفال كتير بتتولد كل يوم، فاكيد احنا هنكون في زيادة مش هنكون في نقصان، وبالتالي الزيادة دي هي اللي بتظهر لي بقى على الشاشة دي. يبقى الجهاز ده عبارة عن شاشة جواها الزيادة للسكان بيزيدوا عليها، يعني ارقام بتفضل تزيد لحد ما انا اخد بقى التعداد في وقت معين واستعد للكلام ده. والساعة دي بنسميها الساعة السكانية. يبقى الجهاز جواه ساعة اسمها الساعة السكانية، هي اللي بتوضح لي عدد السكان في الوقت اللي أنا عايزاه. الخريطة بقى اللي قدامنا يا حبايبي بتوضح لنا أكتر توزيع السكان بالنسبة للأماكن اللي فيها زيادة سكانية أكتر والأماكن اللي بتقل فيها زيادة سكانية. يعني الأماكن اللي فيها عدد سكان كبير جدا متلونة عندك بلون، والأماكن اللي عدد السكان فيها قليل بألوان تانية. طيب نشوف كده عشان نوضح أكتر. أنا عندي هنا في الخريطة أكتر من لون، عندي اللون الأحمر، وعندي لون اللي هو مايل البرتقاني شوية، عندي الألوان الأصفر الغامق والأصفر الفاتح. طيب مبدئيا من غير ما تصعبها على نفسك، اللون الأحمر هنا في محافظتين، القاهرة والجيزة، ودي المحافظات اللي هي فيها زيادة سكانية كبيرة جدا، اللي هي من 8 ل 10 ملايين نسمة، يعني زيادة سكانية من 8 ل 10 مليون. طيب بالنسبة لتدرج الألوان بقى من البرتقاني للأصفر الغامق للأصفر الفاتح، كل ما اللون الأصفر يغمق يبقى كده زيادة سكانية أكتر شوية، لما اللون يفتح الأصفر يبقى أقل شوية في الزيادة السكانية، لما اللون يكون أفتح أكتر وأكتر يبقى كده زيادة السكانية هنا قليلة عن المليون. طيب من نهاية الكلام أو مختصر الكلام إن اللون الأحمر فيه زيادة سكانية محافظتين القاهرة والجيزة تزيد عن أو من 8 ل 10 مليون نسمة.
اما اللون الاصفر الفاتح خالص ودي المدن او المحافظات اللي هي في الصحراء اللي هي المحافظات الصحراوية، ودي بيقل عدد سكانها عن 1,000,000 نسمة. والكلام ده هنعرف نحفظه دلوقتي باختصار شوية. طيب يبقى هنا عندك هنا اللون الأحمر اللي هي القاهرة والجيزة من 8 ل10 مليون نسمة، الشرقية والبحيرة والدقهلية اللي هي في المحافظات اللي باللون البرتقاني طبعا من 6 ل8. طبعا احنا كده بنقل لحد ما نوصل لأقل من مليون، من 4 ل6 الغربية الإسكندرية القليوبية المنوفية المنيا أسيوط سوهاج من 1 ل4 مليون، دمياط كفر الشيخ الإسماعيلية الفيوم بني سويف القنا الأقصر أسوان اللي هم اللون الأصفر الغامق شوية. طيب الأقل من مليون نسمة أنا لسه قايلة المدن الصحراوية أو المحافظات الصحراوية اللي هي بورسعيد شمال سيناء جنوب سيناء السويس محافظة البحر الأحمر مطروح الوادي الجديد. أهم حاجة عندي إن أنا أركز على القاهرة والجيزة، ودول من المحافظات الأكثر في الزيادة السكانية من 8 ل10 مليون نسمة. أقل محافظات في الزيادة السكانية اللي هي أقل من المليون، أقل من المليون يعني أقل جدا، اللي هي المحافظات الصحراوية اللي هي طبعا جنوب سيناء، وعندي شمال سيناء، عندي محافظة البحر الأحمر، وعندي مطروح، وعندي الوادي الجديد، وعندي معاهم السويس وبورسعيد، محافظة السويس ومحافظة بورسعيد. يبقى أنا كده أحفظ المحافظات اللي فيها زيادة سكانية أكتر والمحافظات اللي فيها زيادة سكانية أقل، والباقي أحاول كده مع التكرار والقراءة كتير، فأنا هعرف كل مكان فيه زيادة سكانية من كام لكام. يبقى كده احنا فهمنا من الخريطة ان في محافظات بيقل فيها عدد السكان عن مليون نسمة، يقل عن مليون نسمة يعني قليلين جدا، زي جنوب سيناء ده مثال. وهناك محافظات يزيد عدد سكانها عن 8 ملايين او من 8 ل10 مليون زي القاهرة والجيزة، يعني فيهم ازدحام كتير بالسكان. يبقى القاهرة والجيزة دول من امثلة المحافظات اللي بيزيد سكانها عن 8 ملايين. ماشي. وتعد القاهرة أعلى المحافظات، يعني القاهرة أعلى من الجيزة كمان، لأن طبعا هي العاصمة. يعني إيه العاصمة؟ يعني اللي بيقعد فيها رئيس الدولة وبيدير بيها أو بيدير منها باقي محافظات البلاد، وكمان فيها كل الخدمات والمستشفيات والمدارس والوزارات وهكذا. علشان كده هي فيها أكتر عدد من السكان عن الجيزة كمان، لأن هي العاصمة. وهنا السؤال بيجي بيقول تعد محافظة القاهرة أعلى المحافظات سكانا، صح ولا خطأ؟ هنقول له صح. طب لو قال بما تفسر إيه السبب إن محافظة القاهرة أعلى المحافظات سكانا؟ هنقول لأنها عاصمة البلاد، لأنها عاصمة البلاد. هنا بقى من المحافظات لو قالك قولي مثال على المحافظات الأقل من المليون، هي طبعا جنوب سيناء، طبعا بتقل عن مليون نسمة، وبكده تكون أقل المحافظات. بما تفسر بقى ليه جنوب سيناء أو أي محافظة صحراوية بتقل عن المليون؟ ايه السبب؟ بسبب صعوبة مظاهر السطح وندرة المياه. ده بالنسبة للأماكن الصحراوية. يعني ايه صعوبة مظاهر السطح؟ يعني الأرض عبارة عن عن جبال، عن هضاب، مش أرض مستوية الناس تقدر تعيش عليها، بالتالي بنسميها صعوبة مظاهر السطح. وكمان ندرة المياه، يبقى ندرة المياه يعني عدم وجود المياه أو المياه قليلة جدا، نادر لما تلاقي فيها مية إلا مياه الأمطار. طبعا مياه الأمطار، لأن طبعا مش موجود فيها نهر النيل ولا موجود فيها أي مجاري مائية غير المياه الجوفية، ونادر لما بيسقط عليها الأمطار، وعشان كده بنقول ندرة المياه. يبقى ايه السبب اللي بيخلي جنوب سيناء من المحافظات الأقل سكانا عن المليون نسمة؟ هنقول بما تفسر السؤال الإجابة بتقول صعوبة مظاهر السطح، لأن أرضها مش مستوية، كمان ندرة المياه. يبقى كده ادينا مثالين للقاهرة والجيزة للأعلى سكانا عن المليون نسمة، أو من 8 ل10 مليون، وجنوب سيناء اللي هو من أقل من المليون. عندنا بقى هنتكلم بعد كده عن التعداد السكاني. ويعني ايه تعداد سكاني؟ ما المقصود بالتعداد السكاني؟ تعداد من اسم التعريف كده ان انا بعد،
تعداد يعني بعد السكان او بعمل حصر للسكان، ان انا بعرف عددهم بيزيدوا قد ايه. يبقى ما المقصود بالتعداد السكاني؟ حصر، عملية حصر شامل للسكان. وانا قلت في اول الدرس ان انا بعمل حصر للسكان او بعد السكان وبعرف الزيادة بتزيد قد ايه. ليه؟ علشان احدد هما محتاجين ايه اكتر، محتاجين خدمات اكتر، مدارس قد ايه اكتر، محتاجين مستشفيات اكتر قد ايه، وهكذا. يبقى دي بنسميها الخدمات. يبقى لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. يبقى أنا دلوقتي تعداد سكاني يعني حصر للسكان أو أعد السكان. ليه؟ إيه السبب بعمل حصر للسكان ليه؟ لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان في الحاضر والمستقبل. ده لو قالك ما المقصود بتعداد السكاني أو عرف يعني إيه تعداد سكاني. طيب من المسؤول عن التعداد السكاني؟ الكلام ده كله لسه قايلينه من شوية، لكن هو حطهولك هنا في تعريفات ومرتب لك الموضوع شوية. من المسؤول عن التعداد؟ احنا قلنا من شوية ان اللي بيعد السكان هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وقلنا اللي هو فيه الساعة السكانية. يبقى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو اللي مسؤول عن التعداد السكاني، هو اللي بيدينا المعلومات عن الزيادة السكانية. خلاص؟ يبقى دلوقتي خدنا تعريفين مهمين أو معلومتين مهمين. تعريف التعداد السكاني وهي عملية حصر شامل للسكان لتحديد الخدمات اللي بيحتاجها السكان. أما المسؤول عن التعداد السكاني فهو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. طيب أنا عايزة أعرف بقى دلوقتي مصر مش كل، طبعا قلنا في أول الدرس إن مش كل دولة بتعمل تعداد سكاني في نفس الوقت اللي بتعمله الدولة التانية، كل دولة بتعمل على حسب إيه عدد سكانها. فلو خدنا مثال للدولة بتاعتنا مصر فهي تعمل تعداد سكاني كل 10 سنوات. يبقى مصر بتعمل تعداد سكاني كل 10 سنوات. بيقول بقى ان بلغ عدد السكان 94.8 مليون نسمة في اخر تعداد عملناه اللي هو عام 2017. يبقى اخر مرة عملنا تعداد للسكان كان 2017 وطلع عدد السكان 94.8 مليون نسمة. مين الشاطرين بقى اللي هيجاوبولي على السؤالين دول علشان نعرف ان احنا فهمنا فنكمل وما نكملش واحنا مش فاهمين؟ فلو جاوبنا على السؤالين دول نعرف ان احنا نكمل واحنا مطمنين. مين الشاطر اللي هيجاوب لي اول سؤال؟ الجهاز المسؤول عن عمل حصر شامل للسكان هو مين اللي مسؤول عن حصر شامل للسكان؟ ممتازين، هو الاسم طويل شوية بس مع التكرار هتحفظوه. هو الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. السؤال الثاني يقل عدد السكان في محافظة نقط لصعوبة مظاهر السطح. من المحافظة اللي بيقل فيها السكان لأن مظاهر السطح فيها صعبة؟ طبعا جنوب سيناء. ممتازين. ما المقصود بالتعداد السكاني؟ تعريف التعداد السكاني قلنا هي عملية حصر للسكان لتحديد الخدمات التي يحتاجها السكان. آخر حاجة بقى نتكلم عنها في الفيديو ده تعداد السكان في مصر عبر العصور. يعني التعداد ده هل هو موجود في مصر الحديثة دلوقتي احنا اللي اخترعناه حديثا، ولا موجود من ايام المصريين القدماء، ولا من اي عصر كمان؟ طيب هنتكلم عن 3 عصور ظهر فيهم التعداد السكاني بس بشكل غير التاني. فأول عصر أقدم عصر هو مصر القديمة اللي هو أيام المصريين القدماء أجدادنا. بعد كده ظهر التعداد ده كمان في مصر الإسلامية، كمان ظهر بشكل جديد في مصر الحديثة اللي هو الشكل دلوقتي. طيب لو اتكلمنا عن التعداد في مصر القديمة ده كان أقدم تعداد طبعا حصل في مصر، أو مصر أقدم الدول. مصر القديمة أقدم دولة عملت لنا تعداد للسكان،
أقدم الدول هي مصر القديمة. كانوا بيعملوا إيه بقى أجدادنا المصريين القدماء؟ كانوا بيعدوا إن متوسط الأسرة، يعني الأسرة بتزيد كم فرد. الأسرة مثلا طبعا المتوسط ان هي الاب والام وطفلين او 3، فهم بيعدوا بقى الزيادة الاطفال او زيادة متوسط الاسرة وصغار السن اللي بيتولدوا كل يوم قد ايه في الاسرة. طيب عندنا كمان مثال في مصر القديمة في عهد الملك أمنحتب الثالث، كانوا بيعدوا الجنود والضباط اللي هم مؤهلين ان هم هيدخلوا في الخدمة العسكرية او هيبقوا في الخدمة العسكرية، وكانوا بيشوفوا عددهم بيزيد كل فترة قد ايه. يبقى دلوقتي لو اتكلمنا عن مصر القديمة مش هنتلخبط، هنقول ان اقدم الدول اللي عملت تعداد للسكان هي مصر القديمة. لو قالك قول لي مثال هتقول لي في عهد أمنحتب الثالث كانوا بيعملوا تعداد للسكان او بيعدوا السكان الجنود والضباط اللي هم مؤهلين للخدمة العسكرية. كمان عندنا في مصر الإسلامية كان بيعملوا ايه؟ كان بيعدوا الافراد الاسرة، وكمان بيحددوا محل اقامتهم في عصر الدولة الاسلامية. يعني ايه محل اقامتهم؟ يعني المكان اللي هم عايشين فيه. كانوا بيعملوا الاجراء ده كل 6 شهور، كل 6 شهور، يعني مرتين في السنة. تاني في مصر الإسلامية كانوا بيحددوا عدد الأفراد بيزيدوا قد ايه زي ما بيعملوا في مصر القديمة، بس هنا الاختلاف ان هم بيحددوا محل الإقامة للأسرة، يعني هي عايشة فين بالظبط، بيكتبوا العنوان أو محل الإقامة بتاع الأسرة، وبيعملوا الإجراء ده أو بيعدوا يعرفوا محل الإقامة كل 6 أشهر، يعني مرتين في السنة. نيجي بقى دلوقتي اللي هي مصر الحديثة. كلنا عارفين دلوقتي ان احنا حاليا بنعد او بنعمل تعداد للسكان كل 10 سنوات. بس كده لا، ده احنا اتطورنا وبقينا بنعمل بيانات للسكان، يعني بنعرف عن الأسرة كل المعلومات عنها بحيث ان احنا نعمل تعداد بشكل صحيح. يعني لما بنروح للأسرة بنعرف نوع اللي موجودين في الأسرة ذكر ولا أنثى، بنعرف العمر، عمر الأطفال، كل طفل عنده كام سنة، كمان بنعرف محل الإقامة اللي هو العنوان الأسرة، كمان مستوى التعليم، الأطفال المتعلمين واللي مش متعلمين وهكذا، الحالة الاجتماعية اللي هو الزواج وهكذا أو العزوبية وهكذا، كمان الوضع الاقتصادي، بنتكلم عن الحالة الاقتصادية هل جيدة ولا متوسطة ولا ضعيفة. يبقى كل دي معلومات بنعرفها عن السكان، مش بنعمل تعداد وحصر وخلاص. ده بيحدد لنا الخدمات أكتر أو بيساعدنا أكتر في تحديد الخدمات. والإجراء طبعا اللي هنعمله القادم هيكون في 2027، لأن احنا لسه قايلين إن آخر إجراء عملناه 2017، واحنا بنعمل إجراء كل 10 سنوات. يبقى الإجراء الجاي أو التعداد الجاي في مصر هيكون 2027. تاني كده نراجع سريعا التعداد في مصر عبر العصور. احنا عملنا تعداد في مصر القديمة، كمان كان في مصر الإسلامية بيعملوا تعداد، كمان مصر الحديثة. أول دولة تعمل تعداد للسكان كانت طبعا مصر القديمة. لو قالك اذكر لي مثال على كده هنقول ان عهد أمنحتب الثالث كانوا بيعملوا تعداد للجنود والضباط اللي هم مؤهلين للخدمة العسكرية. أما مصر الإسلامية كانت نفس الكلام، بتعمل تعداد لأفراد الأسرة وكمان بتحدد محل إقامتهم، والإجراء ده كان بيحصل كل 6 أشهر. أما مصر الحديثة فالتعداد بتاعها بيكون كل 10 سنوات، وبيكون شامل بيانات كتيرة جدا عن الأسرة زي النوع والعمر ومحل الإقامة ومستوى التعليم، الحالة الاجتماعية، الوضع الاقتصادي، وكل ده بيساعدني في تحديد الخدمات اللي بيحتاجها السكان. والتعداد طبعا القادم لمصر هيكون في 2027. وبكده نكون حاولنا ان احنا نفسر نص الدرس، وإن شاء الله انتظروني في الفيديو الجاي نكمل باقي الدرس، ويا رب يكون بداية سهلة وبسيطة وميسرة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.